حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم في فيديو جديد. طبعا واضح الشطاره يعني ان انا بقالي يومين بنزل فيديوهات ورا بعض، فقولوا لي برافو عليكي. طبعا تكمله بقى لسلسله التنظيفات بعد ما الواحد رجع من السفر. طبعا عارفين لما بنرجع من السفر بيبقى فيه تل غسيل، ده طبيعي جدا يعني الواحد ما بيقعدش يتهنى بقى ولا يرتاح ولا كده. فدورت الغساله ونشرت عشان قلت الحاجه تلحق تنشف في الجو الحر ده، مش هتاخد وقت، كده كده الغسيل بيطلع شبه ناشف يعني من الغساله. الريسبشن كان متدمر مردوم تراب بطريقه فظيعه، ما كانش في حاجات كتير يعني كركبه وكده، على قد ما كان في تراب. الترابيزه بتاعه التلفزيون كانت مردومه تراب. فكان لازم ان انا اعمل كل حاجه زي ما قلت لكم في يوم واحد. فطبعا ده تكمله، خلصت جوه اوضتي واوضه يوسف وطلعت على بره. انا عندي مشكله بقى فظيعه ان البلكونه بتدخل تراب، بس انا لازم ابقى فاتحاها لان الاكل بتاع ديفا والميه بتاعتها بره، ف لما بحطها الاكل في المطبخ بتبهدل لي الدنيا صراحه. فانا بالنسبه لي البلكونه احسن، فسايبها لها طول الوقت مفتوحه، مش بقفلها بس غير بالليل لما نيجي ننام، لان هي بتنام معانا كده كده فما بتبقاش محتاجه انها تاكل بالليل يعني. فطبعا بدات ان انا اشيل كل الحاجات بقى اللي على الكنب وانفض لو في فتافيت لو في اي حاجه. طبعا بابا يوسف كان قاعد لوحده في البيت، فطبعا انتوا ما ادراكوا يعني ان الراجل يبقى عايش لوحده في البيت معهوش حد، ففتافيت بقى واكل والكلام ده. طبعا انا كنت بالليل شلت المفارش كلها لان طبعا كانت متطربه وغسلتها، قلت على الصبح تلحق تنشف. انا ما عنديش مفارش كتير للاسف غيار يعني، فعايزه اشتري بقى الفتره اللي جايه. وبعدين انا ما بلاقيش مفارش للسفره لان انا سفرتي مربعه، فبيبقى نادر قوي لو لقيت لها مفرش حلو كده يليق عليها، ما بقاش عارفه اجيب لها ايه، فدي مشكله برضو. ولازم اجيب السفره نفس الشكل والبوفيه طبعا نفس الشكل، فدي بتبقى ازمه بالنسبه لي. المهم في واحده قمر كده كتبت لي كومنتس بتقول لي طب قولي لنا انت بتفطري ايه وبتتغدي ايه وصوري لنا الغدا والفطار وكده. بصي انا يعني مش عايزاكي تاخديني مقياس قوي بالنسبه لك، لان انا ما باكلش يعني، انا الاكل بالنسبه لي ده اخر حاجه انا بفكر فيها. باكل ايه؟ باكل من اكل البيت عادي جدا، بس مثلا لما اعمل لهم مثلا سي رز مثلا وخضار، اي نوع خضار، بسله بقى، لوبيا، فاصوليا، اي حاجه. والفراخ ما باكلش رز، بحط شويه الخضار في طبق صغير في سلطانيه، انا ما باكلش في طبق كبير خالص. يعني بقالي 10 شهور او 11 شهر باكل في سلطانيه صغيره ومعلقه صغيره، بفضل اكل فيه بقى لحد ما اجي انام. بس بوقف اكل قبل النوم ب3 ساعات وما بتعشاش يعني. انا بفطر مثلا بيض مقلي، ممكن اعمل بيض بجبنه رومي واحطه في التوستر مثلا وهكذا، وخيار او كده. لو جعت مثلا ممكن اكل خياره، لو في مثلا اي نوع فاكهه باكل، واخد واحده ثمره فاكهه. الغدا مثلا زي ما بقولت لك كده باكل الخضار والبروتين اللي انا عاملاه. احنا يوميا بناكل بروتين يعني، انا مش يعني مفيش يوم باكل فيه كده من غير بروتين، احنا متعودين على كده، خصوصا ان احنا 3 افراد. فانا بالنسبه لي الموضوع سهل قوي يعني ان انا اكل كل يوم بروتين. بس انا مثلا ربع الفرخه بتاعي باكله انا وديفا، يعني بقسمه نصين، نص ليا يعني، النص بقسمه ربعين، ربع ليا وربع لديفا، فاهمين؟ ويوسف بعمله مثلا دبوس او بعمله حاجه، هو ملوش في الفراخ واللحمه قوي اصلا، ويعني بعمل اقل من 3/4 الفرخه يعني، فاهمين؟ عشان احنا 3 افراد. وانا ما بخلصش الربع بتاعي، واحده غيري اكيد هتخلص الربع بتاعها. فانتي كتري في البروتين. بعمل سلطه يعني كل يوم لازم اعمل سلطه، لو ما عنديش حاجه السلطه بزود بقى في الخضار اللي هو الطبيخ او كده. هو ده السيستم اللي انا ماشيه عليه. لو جعت بالليل وانا سهرانه، لان انا اليومين دول بقيت بسهر كتير ما بنامش بدري، باكل زبادي، بعمل سندوتش جبنه، بس من سندوتش جبنه بالعيش، ممكن اعمله بالخس، ممكن لو عندي فلفل رومي اخضر اعمل فيه، احط فيه جبنه واكله كده. ممكن اعمل شويه فشار لو حسيت ان انا جعانه كده يعني. طب انت ما بتلخبطيش؟ لا بلخبط طبعا. ممكن عادي اكل لو جبت ليوسف ايس كريم اكل معاه، بس مش كل يوم طبعا. لو هو بياكل دونتس ممكن اخد منه قطمه وهكذا. مش طول الوقت بلخبط، ومش طول الوقت باكل حاجات ممنوعات.
طب احنا عايزين نمشي على دايت وعايزين نستمر عليه، نعمل ايه؟ ما تحرميش نفسك من حاجه. يعني مثلا خرجتي خروجه رايحه مكان ولقيتي اللي حواليكي بياكلوا، كلي زيهم، بس قنني الكميات، ما تاكليش يعني مثلا لو انت هتروحي مطعم مثلا مشويات وعايزه تاكلي كفته والكفته مثلا مليانه دهون، خلي حد مثلا يطلب طلب الكفته ده وانت تطلبي فراخ، خدي مثلا صباع كفته وكملي مثلا ربع الفرخه بتاعك، مفيش مشكله. ما تحرميش نفسك من حاجه. طب انا عايزه اكل بقى بازوكا او عايزه اكل حاجات كريسبي او كده، كلي بس ما تاكليش 3 4 قطع، يعني كلي قطعه قطعتين وشويه بطاطس وخلاص، واعتبري ان ده اليوم الفري وكملي باقي يومك عادي. يعني ما تقوليش خلاص النهارده بايظ خلاص انا هخرف، لا كملي باقي اليوم عادي جدا. انت افطري فطار صحي عادي، اللي هو مثلا بيض، جبنه قريش، جبنه عاديه، خيار بقى، يعني افطري فطارك الطبيعي ولخبطي في وجبه الغداء ووجبه العشاء. استمري، روحي البيت مثلا حسيتي نفسك ان انت جعانه، طلعي بقى زبادي، طلعي جبنه قريش، طلعي بيض، اسلقي بيضتين وكليهم. الحاجات دي. اعملي سندوتشات مثلا جبنه، ربع رغيف مثلا. لو عندك شويه فول عادي كلي فول، مفيش مشكله. حاولوا ان انتوا تكتروا في البروتين، عشان البروتين هو اهم حاجه بتحسسك دايما ان انت شبعانه، ومش هيحسسك طول الوقت ان انت جعانه. اللي بنقول وجبه الفطار ما ناخدش فيها عيش، او ما ناخدش فيها حاجه تعلي الانسولين، او ما ناخدش فيها حلويات. يعني انا بشوف ناس تصحى الصبح اول حاجه يعملوها مثلا ياخدوا قطعتين كوكيز وكوبايه القهوه. انا ما عنديش مشكله في الفطار ده طالما من ضمن سعراتك الحراريه. انا عندي مشكله ان هو بعد ساعه او ساعه ونص هتحسي ان انت جعانه. ليه؟ لان انت عليتي السكر في الدم فحسيتي نفسك ان انت جعانه. لا يعني مثلا خلي الكوكيز والقهوه دول بعد الفطار بساعه. يعني افطري فطار عادي، اللي هو اعملي بيض مثلا، هاتوا عيش التورتيه ده وخدي نصه مثلا، او خدي رغيف. انا باكل نص، انت خدي رغيف كامل ما عنديش مشكله، وحطي فيه بيض ودهنيه جبنه، بيبقى طعمه حلو قوي. دهنيه من تحت جبنه وحطي فيه البيض المقلي واعمليه في التوستر، او ما عندكيش توستر ما تعمليهوش خالص، كليه زي ما هو كده وقطعي خيار وافطري. بعدها بساعه اعملي فنجان القهوه ساده من غير سكر ومن غير اي حاجه. لو ما بتحبيوش ساده حطي فيه معلقه سكر ستيفيا، وهاتي قطعتين شوكولاته دارك. انا ما عنديش خالص مشكله مع الشوكولاته الدارك لان هي صحيه جدا ومضاد اكسده كويس. خديها هتظبط لك، يعني هي بتبقى احلى وهي مع فنجان القهوه الساده، بتظبط الدنيا جدا وبتحسسك بطعم القهوه وبتودي لك القهوه في حته تانية. ده ما تفطريش بيه على طول، يعني اعمليه بعد ساعه. وبعدها بشويه مثلا حسيتي ان انت جعانه، خلي في البيت على طول خيار وخس، الحاجات اللي هي في متناول الجميع ورخيصه اصلا. هاتيه. حسيتي نفسك جعانه، قطعي الفلفل اللي هو الرومي الاخضر ده، قطعيه نصين وحطي فيه جبنه، حطي فيه بيض، حطي شويه زيتون، حطي بقى اللي تحطيه ده. ممكن تخليه سناك. عايزه تاكلي شويه فشار، كلي شويه فشار مفيش مشكله. عندك لب، كلي لب. ليكي ثمره فاكهه، عندك موزه، كلي موزه واحده فيها 90 سعر حراري، مش قصه يعني، مش هتخنك ولا اي حاجه. خدي لك صباع موز، هيبقى حلو فيه مغنيسيوم. يعني بصي حاولي ان انت تاكلي الحاجات المفيده اكتر. قطعي خيار وجزر وكليهم، خليهم سناك بالنسبه لك. موضوع الدايت بالنسبه لي ما بقاش ازمه. زي ما قلت لكم قبل كده، لو انتم متابعين على التيك توك، انا دايما كنت حاطه لا اكل دايت، لا انا مش هاكل اكل دايت. اول مفيش حاجه اسمها اكل دايت اصلا. الاكل اسمه اكل صحي ولايف ستايل انا بمشي بيه. عايزه الخبط يوم، مثلا انا مظبطه مع اهلي او مع صحابي ان انا خارجه يوم الخميس، فانا ملتزمه طول الاسبوع وهاجي الخبط في وجبه الغداء اللي هي مثلا يوم الخميس، بس انا طول الاسبوع ملتزمه. فاهمين؟ عايزه اكل حلويات، انا بعمل كده. لو نفسي في حلويات، نفسي في كوكيز، نفسي في اي حاجه مثلا، هاكلها في خلال الوجبه. يعني انا خلاص كلت، بعدها بنص ساعه هاكل الكوكيز مثلا، هاكل واحده، هاكل 2 على حسب سعراتي ايه في اليوم ده. هاكل كيس شيبسي، هاكل فلامينجو، هاكل اي حاجه من الحاجات دي في نص ساعه من الوجبه. ليه؟ عشان يبقى امتصاصها اقل وما ترفعليش سكر الدم مره واحده. فاهمين؟ ايه تاني؟ كان في سؤال تاني برضو. طيب انا مش بنزل جيم ومش بتحرك كتير، هل ده هيأثر عليا؟ بصوا هو مش هيأثر، يعني شغل البيت اصلا يعتبر رياضة.
طب انا عايزه اعلي الحرق عندي، طب الرياضه هتعلي الحرق. بصي انا بعمل رياضه على معده فاضيه، مش رياضه اللي هو بقى اقعد اقوم واقعد والكلام ده، لا يعني ما بقعد اعمل تمرينات التنفس، ممكن تلاقوها على اليوتيوب. اعمليها على معده فاضيه. ممكن ترقصي شرقي الصبح عادي جدا، شغالي اغاني بس على معده فاضيه. ممكن تعملي كارديو على معده فاضيه، تمرينات المقاومه، كل ده اصلا هتلاقوه على اليوتيوب على معده فاضيه نص ساعه. وبعدين افطري، هيعلي لك الحرق طول اليوم، هيظبط لك التنفس طول اليوم، هيخليكي عندك باور طول اليوم، النشاط بقى والطاقه مش قادره اقول لكم. طب يا رضوى، طب احنا ناكل بلح الصبح؟ لا، انا ما برشحش ان احنا نفطر على بلح خالص، لان زي ما قلت لكم اي حاجه الصبح مسكره هتخليكوا طول اليوم جعانين. انا ما عنديش مشكله ان انت بدل ما تاخدي شوكولاته دارك ممكن تاخدي 3 بلحات مع فنجان القهوه، ما عنديش مشكله. تاخدي بلحه واحده، يعني يا بلحه يا 2 يا بلحه يا 3، ما تاخديش اكتر من كده، يعني ما تاخديليش 5 بلحات. انا بشوف ناس بتاكل 7 بلحات وده كارثه، لا ما تعمليش كده. طيب انا حاسه ان انا دي من الاسئله طبعا اللي بتجيلي كتير، طيب انا حاسه ان انا وزني ثابت وانا مثلا 70 كيلو وعايزه اوصل ابقى 60 كيلو. حاولي ان انت تشوفي ايه اللي عامل لك ثبات وزن، يعني حاولي تشوفي انت بتاخدي ايه ثبات وزن. النسكافيه من الحاجه ان لو زاد عن 3 كوبايات في اليوم بيعمل ثبات وزن رهيب. انا بشرب نسكافيه كتير لان انا كده كده اوريدي مش عايزه اخس يعني، فبحاول ان انا اثبت وزني زي ما انا. انت بقى بتشربي كافيين كتير، الكافيين الكتير بيثبت الوزن، بيخلي ان معدل الحرق بيقل. طيب انا عايزه انا بحب النسكافيه وبحب الكلام ده والقهوه وكده. بصي انت ليكي من 2 ل3 في اليوم، ويستحسن ان هم يبقوا من غير سكر. تمام، انت بتحبي السكر زي ما قلت قبل كده، ناخد سكر ستيفيا. اوكي. طيب انا عايزه اعرف ايه اللي مثبتني في الوزن. اللي مثبتك في الوزن ان انت بتاكلي اكلات تثبتك في الوزن، وفي نفس الوقت ان انت بتاخدي بتاخدي اكتر من سعراتك الحراريه. انا عايزه اعمل عجز سعرات، العجز السعرات ده هو اللي هيخسسني. يعني انا مثلا وزني كاتب لي ان انا ليا 1500 سعر حراري في اليوم، انا باخد 1000، ده اسمه عجز في السعرات. ال 500 اللي انا نقصتهم من عدد سعراتي في اليوم ده هيخسسني. خدت 2000 انا كده يا هزيد جرامات، مش هزيد بقى كيلوهات، يا هزيد جرامات يا هفضل ثابته على وزني. فانت حاولي تمشي بمعدل اللي هو العجزات الميزان الصغير اللي هو بيتباع ده عند الناس اللي هم بتوع الادوات المنزليه. ماشي، هاتي الميزان ده ووزني مثلا، شوفي التفاحه فيها كام سعر حراري واكتبي مثلا انا النهارده اكلت. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وتكتبي لي كومنتس عن اي حاجه انت عايزه تسالي عليها وهرد عليكم. وما تنسيش بقى تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان كل ما انزل فيديو يوصلك. وقولوا لي بقى، انا غيرت كده النظام بتاع الريسبشن، قولوا لي ايه رايكم، ويعني قولوا لي كده احلى ولا الاول كان احلى. انا اصلا بني ادمه ملوله بحب اغير طول الوقت يعني، فقولوا لي كده احلى ولا الاول كان احلى. طبعا موضوع الدايت وموضوع الكلام عن ازاي نخس والكلام ده عايز وقت كبير، وعايز طول الوقت ان احنا نبقى واخدين بالنا من وزننا. انا عندي مشكله ان انا مش بحب اجيب ميزان في البيت عشان ما يبقاش عندي هس ان انا طول الوقت عايزه اطلع على الميزان واشوف نفسي زدت قد ايه وكلت ايه وما كلتش ايه. بس اللي عايزه اوصله لكم انتوا ميزان نفسكم، يعني انت اللي تقدري تقولي انا هاكل كذا ومش هاكل كذا، انا النهارده لخبطت لا بكره هلتزم، لخبطت الصبح مثلا في الفطار لا مش هلخبط في الغدا ولا في العشاء. لازم تاكلوا 3 وجبات وما بينهم 2 سناك، دي حاجه مهمه جدا وقاعده لازم تمشوا بيها. ما تسمعوش كلام حد يقول لكم لا اصل انت لو قفلتي بقك هتخسي. هي الفكره ان انت بتقفلي بقك عن الحاجات اللي مش صحيه. طبعا هنا هكمل لكم، هنا النور كان قطع فقلت لا والله لازم افرش السجاده، وقلت ايه ابقى اصور لكم بعد ما النور. هنا بقى كان النور جه فقلت بقى اوريكم بقى في النهايه. قولوا لي بقى ايه رايكم، كده النظام احلى ولا الاول كان احلى؟ هو مجرد تغيير وهتلاقوني برضو بعد كده رجعت الدنيا تاني زي ما كانت. بس حاسه ان انا ايه خلاص بقى بدات اتنفس. ايه ده، ايه كميه التراب دي كلها؟ يعني الحمد لله على نعمه الصحه ان الواحد بيقدر يعمل كل حاجه بنفسه. بس هو ده كان فيديو النهارده، لو عجبكم بقى ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس، واستنوني في فيديو جديد.
بكره او بعده ان شاء الله. يلا باي باي.